أحبائي، ما زلنا نقرأ الرسالة إلى العبرانيين. هي رسالة الكهنوتية بامتياز، فالمسيح عظيم الكهنة، ولا عظيم كهنة إلا هو. في العهد القديم كان هناك عظيم كهنة، بل عظماء كهنة، كلهم زالوا روحيا، وخصوصا زالوا جسديا سنة 70 بعد المسيح حين دمرت أورشليم. والمسيح بما أنه عظيم كهنة هو إله وهو إنسان، ولكن بما أنه إنسان أخذ جسدنا، أخذ طبيعتنا، أخذ ضعفنا، حسبه الناس أقل من الملائكة. اعتبروا أن الملائكة الذين هم أرواح كما يقول التقليد هم أعظم من ابن الله. فجاء رد الرسالة إلى العبرانيين منطلقا من الكتاب المقدس في العهد القديم. ولهذا عنوان حديثنا اليوم: الابن أعظم من الملائكة. الابن أعظم من الملائكة. ونحن نقرأ الفصل الأول آية 4: فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، وقال أيضا سأكون له أبا ويكون لي ابنا. وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا لتسجد له كل ملائكة الله. وفي الملائكة قال الله وجعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار. أما في الابن فقال عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك. تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك. قرأنا إذن أحبائي الرسالة البولسية إلى العبرانيين 1:4-9. وكان أعظم من الملائكة. من هو الملاك؟ أولا، لا نجد شيئا في الكتاب المقدس عن خلق الملائكة. في سفر التكوين الفصل الأول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. خلق الشمس والقمر والكواكب، وفي النهاية خلق الإنسان. ولكن لا كلام عن خلق الملائكة. أما التقليد اللاهوتي اللاحق الذي أخذ به آباء الكنيسة فتحدث عن خلق الملائكة في اليوم الأول من الخلق. بما أن الملائكة هم أرواح كما كانوا يقولون، فلا بد أن يكونوا خلقوا في اليوم الأول. أما كلمة ملاك فهي تعود إلى العربية، إلى اللغة العربية: لأك أرسل. الملاك هو في أول الأمر ذاك الذي يرسله الله، هو المرسل من لدن الله. وهذا ما نعرفه من سر البشارة. أرسل الله جبرائيل الملاك من عنده إلى عذراء مخطوبة. وكذلك نقول بالنسبة إلى بشارة زكريا بيوحنا المعمدان. بل أيضا في سفر دانيال أتى جبرائيل إلى دانيال. في السريانية الملاك هو المتيقظ عيرو،
الذي لا ينام، هو الساهر نهارا وليلا. في العبرية هي الكلام ملاك، ملاك كما قلنا المرسل. هذا المرسل عرفنا عنه في التقليد اللاحق، عرفنا عنه مثلا في سفر طوبية. في سفر طوبية أراد طوبيت الأب أن يرسل ابنه في مهمة، ولكن من له بأن يرافق ابنه وهو لا يعرف الطرق في أرض بابل وماداي وغيرها في هذا المشرق الواسع. وإذا به يجد شخصا اسمه عزاريا. عزاريا هذا قال إنه شخص من العبرانيين، ورافق طوبية نجاه من الخطر حين كان عند الفرات وهجمت عليه سمكة كبيرة، وعلمه كيف ينجي زوجته الآتية سارة من شيطانها وأباه من عماه. ورافقه إلى سارة وعلمه ماذا يقول وماذا يفعل. وفي النهاية أراد الأب طوبيت والابن طوبية أن يقدما شيئا من المال لهذا الذي رافقهما طوال الطريق وأمن لهما السعادة والمال الكثير. قال: أنا آت من عند الرب، أنا ملاك. اعتبرتم أني آكل وأشرب؟ كلا، تظاهرت بأني آكل وبأني أشرب، ولكني أنا ملاك. أما على مدى الكتاب المقدس فنقرأ أولا عن ملاك الرب قبل أن يظهر الرب، قبل أن يتكلم الرب. يقول النص: أتى ملاك الرب، رسول الرب. كأن الكتاب يريد أن يجعل مسافة بين الله وبين الإنسان. فالإنسان عندما يأتي إلى ملك من الملوك فهو ينتظر في غرفة جانبية قبل أن يدخل إلى الملك. وهذا ما نقوله عن ملاك الرب. أول خطوة، أول لقاء مع الإنسان يتم مع ملاك الرب. هذا ما نجده في خبر موسى عند العليقة الملتهبة. جاءه ملاك الرب وقال له: اخلع نعليك من رجليك، لأن المكان الذي أنت قائم فيه هو مقدس. وبعد ذلك بدأ الحديث بين الله وبين موسى مباشرة. فالملاك إذن هو عازل مؤقت حتى يعرف الإنسان كيف يستعد للقاء بالرب. هذه الصورة الآتية من عالم الشرق أخذ بها الشعب العبراني الذي خاف الاقتراب من الله، وما كان يجسر أن يذكر اسمه، فلا يقول مثلا يهوه، بل أدوناي سيدي، بل يقول السماء، بل يقول يهوه، يعني الإله الذي هو، ولكنه لا يجسر أن يناديه باسمه. جاء الملاك فنبه الإنسان أن الله وإن كان قريبا من الإنسان فعلى الإنسان أن يعرف كيف يجعل مسافة بينه وبين الله.
وكان كلام عن الملائكة. حدثنا إشعيا عن السرافيم. السرافيم صورة عن النار، سرف النار المحرقة. واعتبر إشعيا أن السرافيم هم هنا بأجنحتهم الستة، باثنين يغطون وجههم، وباثنين يغطون أرجلهم، وباثنين يطيرون. يطيرون يعني يلبون إرادة الرب بسرعة، كما نقول في لغتنا على جناح الطير. ثم حدثنا حزقيال عن الكروبيم، هؤلاء الملائكة الذين تصورهم انطلاقا من قصر الملوك في بابل، يجمعون قوة الأسد، قوة الإنسان، قوة النسر، يجمعون كل هذا. وجاء العالم اليهودي الذي أخذ به مثل القديس بولس، فتحدث عن الرئاسات والسلاطين والقوات، وراح الآباء يقولون سبعة أشواق من الملائكة، وكل جوقة تقترب بعض الشيء من الله. ولما كتب القديس بولس وتلاميذه الرسالة إلى العبرانيين، كانت الفكرة بأن الملائكة هم أرواح، يعني بين الإنسان والله. الله روح محض، والملائكة أرواح خلقهم الله، والإنسان روح وجسد. ولكن بما أن يسوع صار إنسانا، اتخذ طبيعتنا البشرية، إذن اعتبر بشريا أنه أقل من الملائكة. الملائكة أرواح، هو له جسد. الملائكة لا ينامون، هو ينام. الملائكة يسرعون، هو محصور على الأرض، هو في هذا المكان لا في ذلك. هو يشفي ثم يفعل ما يجب أن يفعل بعد ذلك. وخصوصا في العالم اليوناني، المادة تحضر الإنسان، تحضر الله، تحضر عالم الله، تجعله أقل. ولكن المسيح ما خاف من أن يأخذ جسدا، أن يصير شبيها بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. اعتبره بعض المعلمون الضالون، بعض المعلمين الضالين اعتبروه أقل من الملائكة. فجاء الجواب، هو أعظم من الملائكة، أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. الكلمة الأساسية هي الاسم، والاسم هو خاص بالله. هنا نرسم إشارة الصليب ونقول باسم الآب والابن والروح القدس. الاسم يدل على الشخص. ونتذكر هنا في سفر الأعمال حين هددت السلطة اليهودية الرسل لا تتلفظوا بهذا الاسم. كلنا نعرف هذا الاسم هو اسم يسوع المسيح. والرسالة تقول هنا ورث اسما أعظم من أسمائهم. نعم، اسم الابن أعظم من اسم الملائكة.
في الرسالة إلى أهل فيليبي نعرف أن يسوع هو صورة الله الذي لا يرى. أخذ صورة العبد وصار عبدا طائعا حتى الموت، والموت على الصليب. من يتوقف هنا يعتبر أن الملائكة هم أعظم من الابن، ولكن الرسالة إلى فيليبي لا تتوقف هنا. صار عبدا طائعا حتى الموت، والموت على الصليب، ولكن الله رفعه وأعطاه الاسم الذي هو فوق كل اسم، بحيث تسجد ليسوع كل ركبة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع هو الله لمجد الآب. نعم، ذاك الذي انحدر تنازل أخذ اسما يفوق كل الأسماء. هذا الذي مات وقبر قام وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب. بدأت الرسالة وأعطت فعل الإيمان. اسم الابن أعظم من أسماء الملائكة. ومع الآية 1:5 من الرسالة العبرانيين تبدأ البراهين. أول برهان جاء من العهد القديم، المزمور 2، ونقرأ آية 5: فلمن من الملائكة قال الله يوما أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. نعم، قال الله يوما للملائكة. الملاك ليس ابن الله. ابن الله يسوع المسيح هو الابن الوحيد، على ما نعرف في العماد الذي ناله يسوع على نهر الأردن: هذا هو ابن الحبيب فله اسمعوا عنه رضيت. ونقرأ في إنجيل لوقا: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وحده يسوع هو الابن، وحده يسوع هو المولود من الآب قبل كل الدهور، كما نقول في النؤمن. وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. اليوم ولدتك، فلا ماضي عند الله ولا مستقبل عند الله. الله هو الحاضر الدائم. اليوم ولدتك، منذ الأزل ولدتك، وفي كل يوم ألدك. فالله هو الآب والله هو الابن، والعلاقة بين الأقنوم الأول والأقنوم الثاني هي علاقة الأبوة وعلاقة البنوة. وقال أيضا: سأكون له ابنا، سأكون له أبا ويكون لي ابنا. هذا أيضا يأتينا من المزامير. هو الأب، هو الآب السماوي، والابن يسوع المسيح، وهذا لم يعطى للملائكة. ويتواصل البرهان في آية 6: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا: لتسجد له كل ملائكة الله. نعم، الملائكة تسجد للابن، لا الابن هو من يسجد للملائكة. وفي أي حال
نعرف من سفر الرؤيا أن ذاك الرائي يوحنا في جزيرة بطمس حاول مرتين أن يسجد أمام الملاك الذي يرافقه في رؤياه، فمنعه وقال: لا تفعل، فأنا خليقة مثلك، بل اسجد لله الحي. أما هنا فالملائكة تسجد للابن، كل الملائكة يسجدون للابن. ويتحدث الرسول عن ابنه البكر، نعم ابنه البكر. وكيف يكون البكر ولا إخوة له على مستوى اللاهوت؟ نحن نقول: وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. فإذا قلنا البكر فهذا يعني أن له إخوة وأخوات. ففي السماء الابن هو الوحيد، ولكن الكاتب يربط السماء بالأرض. لا شك إن يسوع هو الابن الوحيد، ولكن أراد لجميع البشر أن يكونوا معه أبناء وبنات. هو بكر من أتى إلى العالم، هو بكر الخلائق كلها، ونحن نأتي بعده، نحن إخوته وأخواته. هذه النعمة الكبيرة، نحن إخوة وأخوات يسوع المسيح. حين جاء الابن إلى العالم صار البكر بين إخوة عديدين، وما استحى أبدا أن يدعونا إخوته، مع أننا ضعفاء، مع أننا خطأ، مع أننا خائنون للرب أكثر من مرة. مع ذلك الابن هو البكر، لتسجد له كل ملائكة الله. نعم، الخليقة كلها تسجد للرب يسوع، لأنه إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق. هذه هي البراهين الأولى التي تشدد على أن الابن، على أن يسوع المسيح هو الله وابن الله، أن اسمه أعظم من أسماء الملائكة، فالملائكة خدام له، فالملائكة يسجدون له. وفي الوقت عينه هذا الذي هو في السماء واسمه أعظم الأسماء هو أيضا على الأرض، هو الابن البكر، لأن له إخوة وأخوات. فالله ليس له فقط الابن الوحيد، بل له الأبناء والبنات العديدين، كما يقول المزمور: ها أنا والأبناء الذين أعطيتهم لي. هكذا كان يسوع عظيم الكهنة، فالكاهن هو الوسيط بين الله والبشر، اسمه كبير، اسمه الاسم، هو ابن الله، وهو الابن مع الأبناء صار إنسانا. فما أعظم كاهننا هذا الكاهن الذي ما استحى أن يكون أخا لنا، بانتظار أن يرفعنا إليه فنكون نحن حيث يكون هو، كما قال للتلاميذ بعد العشاء السري: أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قناة نور من المشرق أو The Light from the East هي قناة روحية تبشيرية تعليمية تكرز
ب4 لغات: الإنجليزية، العربية، الآشورية والآرامية القديمة، من تعاليم الكتاب المقدس ومن تعاليم آباء كنيسة المشرق وجميع آباء القديسين في جميع الكنائس الرسولية المقدسة، لمجد اسم الرب. الرب يبارككم. صلوا من أجلنا. آمين.